هاي، عاملين ايه؟ النهارده صحيت على ثورة في البيت ان الاولاد عايزين ياكلوا برجر من بره من المحلات يعني اللي كلنا بنحبها. انا اتحديتهم وقلت لهم انا هعمله في البيت ونصوره، لو طلع حلو ننزله على القناة، لو ما عجبكوش هخسر التحدي ونطلب اوردر من بره. على فكرة انا مش اول مرة اعمله، بس المرة دي عملت حاجة جديدة فرقت جدا وعجبهم وكسبت التحدي. شايفين الكيس ده هو اللي ودى الوصفة في حتة تانية. على فكرة أنا أول مرة استعمل التوابل دي وجوزي جابها لي، يعني أنا قلت له نوع وهو جاب نوع تاني، بس بجد كانت خطيرة. أنا هنا قريت التعليمات، فهي طبعا الكيس على كيلو لحمة، أنا هنا كنت هعمل نص كيلو لحمة، فخدت نص الكمية ودوبتها في معلقة مية ونزلت على اللحمة بتاعتي وهبتدي أعجنها. أهم حاجة في لحمة البرجر بتاعتك إن تختاريها دسمة، عشان لما تيجي تسويها الدهون دي اللي بتدي طعم للحمة حلو جدا. هنا انا حسيت ان التوابل محتاجة بس فلفل اسود، ودي حاجة اختياري عشان احنا بنحب الفلفل الاسود زيادة شوية، لكن هي بصراحة ما كانتش محتاجة اي حاجة. وكمان ما تحطيش ملح، هي ملحها مظبوط جدا. اختاري نوع، ولو جربتوا انواع غير النوع ده قولولي على اسمها في التعليقات. وهنا هعجن اللحمة اقل حاجة 10 دقايق لحد ما اللحمة تسمغ وتعمل كده خطوط بيضة. كده تمام، ولازم نوصل للقوام ده عشان ما يفكش مننا في السوا. وهنا قطعي البرجر بتاعك على حسب الحجم والوزن اللي انت عايزاه. انا هنا مقطعاه حوالي 90 جرام عشان تبقى كده حاسه بطعم اللحمه. ودي طبعا حاجه اختياري، عايزه تعمليها كمان سماش برجر مفيش مشكله. وطبعا لو عندك آلة تشكيل البرجر استعمليها، تخلي شكلها حلو جدا. في طاسة سخنة عندي نزلت بقطع البرجر بتاعتي من غير أي دهون. وطبعا على الطاسة التانية بنحمر بطاطس، احنا في تحدي ولازم نعمل زي المحلات بالظبط. أول ما بتاخد لون بقلبها على الجهة التانية. بصوا نزلت الدهون بتاعة اللحمة، الدهون دي اللي بتخلي طعم البرجر حلو، بتخليه جوسي. لو هو لحمة حمرا خالص هيبقى ناشف معاكي. نزلت بقطعة زبدة، دي اختياري عشان كمان تعزز الطعم عندي وتخليه دسم. لو انتي مش عايزاها ما تحطيهاش، مش هتفرق في طعم الوصفة كتير يعني. وهنا بقى لما وصلت لدرجة السوا اللي احنا بنحبها طلعتها على طول على ورق مناديل عشان برضو تنزل اي دهون او زبدة زيادة. وبعدين بقى في الدهون دي انا هحمص العيش بتاعي كده ثواني، اخليه قرمش وياخد لون ذهبي حلو. بس خلي بالك مش بيقعد على النار كتير لان اصلا الطاسة سخنة. وهنا بقى بدأنا فقرة الإبداع. كل واحد بيحب حاجة في الساندوتش بتاعه يحطها زي بالظبط ما بتطلبي في المطعم. أنا هنا بقى كنت محضرة كاتشب، مايونيز، مقطعة خس، بصل أبيض، كنت مقطعة طماطم. حطي بقى اللي يعجب ولادك واللي تحبيه في الساندوتش بتاعك. وطبعا لو عندك جبنة حطي، بتدي طعم حلو جدا، بس احنا مش بنحب الجبنة على البرجر فمش بستخدمها. وكمان لو انت عايزة تعملي زي الترندات الجديدة بتحطي كل الحاجات دي على بورد وكل واحد يعمل الساندوتش بتاعه زي ما بيحب. انا هنا اول واحد حطيت الخس، حطيت طماطم، حطيت بصل، وكمان قطعة البرجر بتاعتي كانت مستوية. مش قادرة اقول لكم فكرة التوابل دي سهلة جدا، سهلت عليا قد ايه كانت مظبوطة، خلت الطعم كده حلو جدا مظبوط، ولا بقى طلع حادق ولا ناقص حاجة. قطعة البرجر كانت سميكة، لحمة صافي انت عاملاها في البيت متأكدة منها. يا جماعة الحاجات دي أسعارها دلوقتي غليت وبقت مش متاحة إن احنا نطلبها على طول، لازم نشوف بدايل ونعمل لولادنا كل اللي بيحبوه. وأنا هستنى منكم لو عايزين أي وصفة نعملها مع بعض في البيت، وهقول لكم بجد هي طريقتها في البيت أحلى ولا هاتيها من بره. عادي إن احنا بنشوف بدايل في الوقت الصعب ده. ولو انتوا عملتوا البرجر بطريقة تانية وطلع معاكم أحلى اكتبولي في التعليقات. ولو انتوا جربتوا طريقة غير دي برضو هستنى تقولولي. ولو عملتوا الوصفة لو سمحتوا صوروها لي وبعتوها لي، بنبسط جدا لما بشوف الصور بتاعتكم وهنزلها على الصفحة بتاعتي. بصوا بقى الساندوتش كان مليان ازاي، قطعة اللحمة كبيرة. عايز اقول لكم البرجر كان جوسي جدا، مستوي حلوة قوي. ما تخافوش من سمك اللحمة، هتستوي حلوة قوي. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم، بجد الوصفة سهلة جدا تستاهل انها تتعمل، هتوفر عليكي وقت ومجهود وعملتي حاجة حلوة فعلا. احنا لما دقناها قررنا مش هنجيب برجر تاني من بره. وعايزه اقول لك انا انبسطت جدا ان هم خسروا التحدي، وهم هيقولوا لكم بنفسهم قد ايه هي عجبتهم وكانت حلوه ان هم خسروا التحدي. البرجر عجبنا جدا. وهو كان جوسي وحلو قوي، وقررنا ان احنا مش هنطلب من بره. الب- البرجر عجبنا حلو، وماما عملت له حلو احلى من بره. بحبكم قوي، اعملوا الوصفه وقولوا لي رايكم بصراحه.